بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة للتوقيع للزمالك. وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية الإنجليزي أوفي إيجاريا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة. وجاء التفاوض مع إيجاريا بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، والذي سبق ودربه من قبل في نادي ريدينج الإنجليزي. ويلعب إيجاريا في مركز الجناح، ويبدأ جوميز قناعته الكاملة بمستواه وقدرته ورغبته في التعاقد معه. ومن المنتظر أن يشارك إيجاريا في تدريبات الزمالك خلال الساعات المقبلة وخضوعه للكشف الطبي تمهيدا للتعاقد معه بشكل رسمي. ورحل إيجاريا عن صفوف ريدينج في يناير الماضي ولم يشارك من وقتها في أي مباراة. وأرغب جوميز في سرعة تجهيزه تمهيدا للاعتماد عليه بشكل رسمي في بطولة السوبر المصري بالإمارات. ويرى جوميز أن إيجاريا يجيد في أكثر من مركز بالجناح وصانع الألعاب، وهو ما يمنحه حرية تكتيكية داخل الملعب في المباريات. بصوا بقى يا جماعة، اللاعب إيجاريا ده لو اللاعب سليم ولائق بدنيا وفنيا مفيش إصابات، أصل في كلام بيتقال إن اللاعب مصاب وكلام من ده، وطبعا أنا مباخدش بالكلام ده أساسا. إنما اللاعب ده لو سليم يبقى الزمالك جاب صفقة من العيار التقيل، صفقة سوبر بصراحة. لاعب ملوش حل، بيعدي من خرم إبرة زي ما بيقولوا كده. ولاعب مهاجم بيلعب راس حربة، بيلعب تحت رؤوس الحربة، بيلعب في الجناح اليمين، في الجناح الشمال، متحرك كده في نص الملعب الأمامي، ملوش حل بصراحة. عنده سرعات، بياخد الهجمة من تحت، بيستلم تحت ضغط، بيعدي من جنب الخط، يعني بيعدي من ربع متر كده. فبصراحة الزمالك لو جاب اللاعب ده واللاعب ده سليم يبقى الزمالك جاب صفقة، دي اللي بيتقال عليها صفقة سوبر السوبر. وبالتوفيق إن شاء الله للاعب والنادي الزمالك. منتصر الرفاعي نقلا عن صحف الجزائر: نجم الأخضر سينتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر. خرج الكاتب الصحفي منتصر الرفاعي ينقل عن الصحف الجزائرية اقتراب اللاعب الجزائري سفيان فيجولي إلى الانتقال إلى الزمالك، حيث كتب منتصر الرفاعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: الصحف الجزائرية سفيان فيجولي سينتقل إلى الزمالك المصري في صفقة انتقال حر. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اقتراب اللاعب من نادي الزمالك في ظل أنه لاعب حر حاليا إلى جانب خبرته الكبيرة، إلا أنه في نفس الوقت كان هناك جانب آخر معترض على اللاعب بسبب عامل السن الكبير، حيث يبلغ اللاعب من العمر 34 عاما. يا جماعة، هم موضوع السن اللي حاطينه في دماغهم ده، يقول لك اللاعب كبير في السن. لا، أولا اللاعب صفقة انتقال حر، وطبعا معروف في مستواه، معروف في أدائه. دي حاجة. الحاجة التانية، طب ما عبد الله السعيد 39 سنة ومن أكتر لاعيبة الزمالك عطاء في الملعب، ويمكن أكتر من لاعيبة عندهم حاجة وعشرين سنة. هي الموضوع مش بالسن، الموضوع بالأداء في الملعب. برنامج تأهيلي لبنتايك على هامش مران الزمالك. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي برنامج تأهيلي خاص للمغربي محمود بنتاج الظهير الأيسر الأبيض على هامش المران الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري. جاء ذلك بسبب معاناة بنتاج من الإجهاد، ولكنه أدى التدريبات التأهيلية مع زملائه في الملعب قبل أن يستكمل المران داخل صالة الجيمنازيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي. وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع الظهير المغربي قدم له خلالها التحية وأثنى على مجهوده خلال الفترة الماضية عقب الانضمام للفريق، والتي تكللت بتقديم مستوى مميز في المشاركة الأولى له مع الأبيض في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي. يا جماعة طبعا في حالة إجهاد، دي يبقى اللاعب أصلا كان في فترة مريح فيها ودخل على التدريبات مرة واحدة، فطبعا ممكن يحصل له حالة إجهاد، على الرغم إن هو الفريق كان واخد 6 أيام أجازة راحة يعني. فما فيش مشكلة عادي. هي كمان هو دخل في المعمعة على طول. كانت الماتش بتاع السوبر الأفريقي على الأبواب، فطبعا أكيد هم ضغطوا شوية في الحمل البدني، فممكن يكون أثر عليه شوية. فطبعا هو طبعا مع شوية تدريب وتعديل في الأحمال ممكن اللاعب هيبقى اتظبط ويبقى تمام التمام. وبالتوفيق لنادي الزمالك. يجهز لاعب الزمالك للسوبر المصري. أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري. وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد. وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك في التقسيمة أندريه بيكيه المدرب العام للفريق كلاعب.
يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. كده يا جماعة نخش في التدريبات على طول، ونبتدي نتحرك ونبذل مجهود ونتعب شوية في التدريبات، لأن أصل دي بطولة، وبطولتين اتنين ورا بعض زي دول يعملوا فارق كبير أوي مع الزمالك، ويحطوا اللعيبة في حتة تانية خالص بعيدة عن الأندية التانية، وتديك ثقة وتدي جماهيرك ثقة وتعمل استقرار في النادي وتريح الجو حوالين الفريق، وتخلي الجو النفسي للعيبة كويس والإدارة كويس وللجماهير كويس. وبالتوفيق لنادي الزمالك. جوميز يشيد بكوستا وندياي ويتنبأ بتألقهما مع الزمالك. أشاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالثنائي الشباب الغيني جيفرسون كوستا والسنغالي سيدي نضاي، واللذان انضما إلى صفوف الفريق في قائمة تحت السن خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأبدى جوميز إعجابه بمستوى اللاعبين وبالقوة البدنية التي يمتازان بها، متنبئا بتألقهما مع الفريق القروي الأول في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه استقر على الاعتماد عليهما في الموسم المقبل. بصوا بقى يا جماعة، ده احنا الكلام ده اللي احنا قلناه قبل كده، إن طبعا أنت لما تدخل الاتنين لعيبة دول هما تحت السن، مش تقول بقى ده لعيبة صغيرين وكلام من لا، لما تدخلهم مع الفريق الكبير ويبتدوا يحتكوا ويلعبوا مباريات ودية، ويبتدوا يلعبوا مع خبرات زي عبد الله السعيد وزي دونجا وزي عمر جابر وبنتايك ولاعيبة بقى أكبر منهم سنا، اللعبة دي هتاخد الخبرات وهيندمجوا بسرعة مع الفريق، غير اما تنك انت دافنهم مع الشباب طبعا مستواهم هيقل، انا شايفه مستواهم مش هيزيد، انما مع الفريق الاول مستواهم هيزيد. وبالتوفيق للاثنين لعيبه ولنادي الزمالك. الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا للسوبر المصري. قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض 3 مباريات ودية خلال الفترة الحالية في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات. من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجيت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروس سبورت في 11:10 صباحا. وسيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كامباني يوم 13 أكتوبر على ملعب النادي في 10:30 صباحا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروس سبورت في 5 مساء بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي. يا جماعة هو بالنسبة للمباراة كثرة المباريات دي شيء إيجابي برضك، ليه؟ لأن المباريات لما اللعيبة يلعبوا مع بعض مباريات كتيرة هتعمل تجانس في الفريق، وكل لاعب يفهم زميله، وتدي برضك ثقة، لأن في برضك صفقات جديدة. لما هتخش الصفقات الجديدة دي مع اللعيبة اللي قدام، إيه اللي هيجيبهم مع بعض المباريات الودية ديت في ناس تقول لك المباريات الودية يعني ما بتديش عامل قوي، ماشي، بس بتدي تجانس وتدي إحساس اللعيبة مع بعض في الملعب يبقى كويس. وبالتوفيق لنادي الزمالك. الخبر ده بيكون نهاية الفيديو بتاعنا، شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.